مشكلة نمرة 2 من بنوتة بتقولي ليه طول الوقت بحس ان اللي حواليا ما بيعملوش ليا او لمشاعري اي اعتبار. ساعات المشكلة بتبقى في شخصيتنا احنا، ما بتبقاش فيهم هما. اولا انتي لازم تفهمي انه في شوية نقط في شخصية كل واحدة فينا لازم تكون موجودة علشان الناس اللي حواليها تحترمها وتعاملها كويس. النقطة الأولية إن أنا أقلل الكلام. كل ما أقلل كلامي مع الآخرين كل ما أبقى غامضة، والغامض الناس ما بتبقاش فاهماه، وطول ما أنا مش فاهماه فهعمل له اعتبار، هعمل له حساب لحد ما أجيب آخره، أعرف أوله من آخره إيه. فكل ما كلامي يبقى قليل كل ما بقى ليه وزن، ليه اعتبار. وفي مثل بيقول لو كان الكلام من الفضة فالسكوت بيبقى من ذهب. نمرة 2 انه ساعات بنعدي الإهانة، مع ان المفروض أول مرة تبقى المرة الأخيرة. بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، مش سامعين، نكبر دماغنا كأن ما حصلش حاجة. فاللي بيفكر يعمل معايا كده وانا بحط له العذر بيكررها تاني، ومش بيكررها بنفس الشكل ده، بيعلي عشان يشوف سقفي فانا بقبل، فبيعلي عشان يشوف سقفي فانا بقبل، فبيعلي عشان يشوف سقفي. فالنتيجة بتبقى ايه؟ انه ما بيعمليش حساب. لكن لو عرف ان غلطته الاولى هتكون غلطته الاخيره ونقطه ومن اول السطر، مش هيقدر يغلط فيا وهيعمل لي 1000 اعتبار. في حاجه كمان، في فخ احنا بنقع فيه، ان احنا بندور على رضا الناس. ده عايز ايه اعمله له، ودي عايزه ايه اعملها له، وده حابب شكلي ازاي فابقى كده، ودي حابه طريقتي ازاي فاعمل لها كده. وساعات الحكايه بتوصل لمطارده. انت ما بتكلميش ليه؟ انا مش بسال عليكي. انت ما بتكلميش ليه؟ انا مش بسال عليك. كفايه مطارده. اللي عايزك بيبان. لو صاحبتك عايزه تكلمك وتسال عليكي هتكلمك وتسال عليكي، لو خطيبك عايز يكلمك ويسال عليكي هيكلمك ويسال عليكي. اللي بيحبك هيبقى باين انه بيحبك. كتر المطارده للناس تقلل مني، فتخلي الناس تعاملني باي كلام. كمان الطيبه زياده عن اللزوم، الطيبه اللي ملهاش حد تخلي الناس ما يبقاش عندها حد في التعامل معاكي. تاخد عليك تقول طيبه، هتعمل ايه يعني؟ هكلمها هراضيها بكلمتين، هتعمل ايه يعني؟ فالطيبه زياده عن اللزوم خصوصا في الايام اللي احنا فيها ما بقتش مستحبه. واخيرا حاجه غريبه جدا هقول لك عليها، الضحك عمال على بطال، والهزار بزياده، وفكره ان انا اقبل انه حد يهزر معايا بطريقه يتعدى فيها حدوده، ده يخلي البني ادم اللي قدامي يبقى عنده انطباع اني خفيفه، مش ست، مش بنت، مش راسيه، فيخليه ما يعملش اعتبار. فلو احنا غطينا النقط دي اعتقد ان معامله الناس ليكي هتبقى مختلفه تماما.